من موقع الأهلي نيوز معانا الأستاذ محمد فرج مدير تحرير الموقع. أستاذ محمد أهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اهلا بيك معانا على قناه الاهلي وفي برنامجنا الخبر وفقرتنا الجديده اخر خبر. اكيد سؤالنا المعتاد ليك، اخر خبر على موقع الاهلي نيوز دلوقتي. تمام يا كابتن، هو اخر خبر عندنا ان شوقي السعيد مدافع نادي الجونه هو خلاص وقع بشكل اكيد للنادي الاهلي بدايه من الموسم المقبل، يعني ان شاء الله، عشان خاطر هو مش يوقع من غير ما يرجع للنادي، وخصوصا الفتره الاخيره طبعا زي ما حضرتك عارف كابتن يوسف بيحاول يكثف مساعيه ان هو يضم اكتر من عناصر جيده تضيف للفريق. طبعا استاذ محمد اكيد انت عارف ان كل الاخبار دي على عهده موقعك، وطبعا بنتناقش معاك فيها كل فتره، وان شاء الله تكون اخبار دايما جيده. لكن تفاصيل الخبر مع حضرتك. التفاصيل يا كابتن ان هو كان نادي الزمالك بيفاوض اللاعب رغم انه اللاعب اصلا كان زملكاوي قبل ما ينتقل لنادي الجونه، ودي نقطه انا حابب اتكلم مع حضرتك فيها جدا خصوصا ان الانديه للاسف مش بتصبر على اللاعب ودايما عايزه اللعيب الجاهز. فالزمالك فرط في اللاعب، وكابتن عبد الله جورج رجع فاوضه تاني اول امبارح والمفاوضات انتهت، واللاعب قدر ان هو مش قدر، فضل ان هو يروح النادي الاهلي بعد مفاوضه من احد اعضاء مجلس اداره الاهلي. حابب اتكلم مع حضرتك في النقطه دي تحديدا واقارن مقارنه ممكن الناس تشوفها غير منطقيه شويه، بس هي بتمس بشكل كبير الامر اللي بنتكلم فيه. ميسي، حضرتك عارف ميسي قد نادي برشلونه صبر عليه جدا وصرف عليه جدا، وده كان هو كل اللي يشوفه يقول لا ما ينفعش النادي صبر وصرف كتير. هو نفس المشكله كانت عند الكابتن شوقي، ان هو ما كان اصابه مزمنه، ما الزمالك ما قدرش يصبر عليه فباعه للجونه، وبالتالي رجع تاني دلوقتي يفاوضه. فاللعيب اوريدي قال لا انا اروح الاهلي احسن، وهو شاف مصلحته اكتر في النادي الاهلي ان هو يبقى موجود ويرتدي القميص الاحمر الفتره اللي جايه ان شاء الله. تمام. استاذ محمد على طول هنتواصل عشان وقتنا النهارده، لكن على طول هنتواصل معاكم وهتكونوا معانا في فقرتنا اخر خبر عشان نعرف اخر خبر على مواقعنا، وكل المواقع بالترتيب هتكون معانا في برنامج الخبر. ده ما جه ميعاد اخبارنا الحصريه، وبعد اخبارنا الحصريه هنستقبل الكابتن هاني رمزي.